5 سنين بحاول اكون صانع محتوى. في الفيديو ده هحكي لك عن شويه حاجات: 1 امتى بدات، 2 وقفت امتى وليه، 3 تاثير كلام الناس عن هوايتك، 4 الهوايه وتضييع الوقت ومصدر الدخل، 5 ليه رجعت اعمل فيديوهات، 6 واهميه ان يبقى عندك هوايه. بدايتي كانت في 2019. كنت حابب ابدا صناعه محتوى وما كنتش اعرف اي حاجه عن المونتاج، كنت بفضل اتهته في الكلام، وبعدها اتعلمت امنتج بالموبايل ورجعت في شهر 10 2020. بعدها الناس اللي حواليا قعدت تقول ايه ده انت هتبقى غني، هتجيب فلوس بقى وشويه حاجات من الكلام ده، فتحاول اني بعمل حاجه بحبها وشغفي ليها لاني ابقى غني. عملت انواع محتوى كتير: سكتشات، صدمة كبيرة، فيديوهات رياكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم فانتا، فيديو جديد من قناه فانتا. تحديات وحاجات كتير قوي، وكل ده عشان اجيب فيوز. وصلت لدرجه ان انا اكتب ليركس للاغاني. وقتها ما كانش في سبوتيفاي ولا اي منصه بتكتب ليركس، وما كانش حد بيفهم الراب. انا كنت مغرم جدا بالراب، وبسمع راب من 2019 وقتها، من 2019 اعتقد. وبقى بسمع التراك مثلا 30 40 مره علشان اعرف الليركس صح، لدرجه ان في تراك ضرب معايا جاب 450 الف، ونزلت حلقات واتس وحاجات بقى ترند، اللي هو مثلا سايبر المعادي. بس فانا عايز فيوز، عايز فلوس، فاهمني؟ فالحوار اتحول 180 درجه من حاجه انا كنت بحبها وشغفي ليها، لان انا اجيب فلوس بسبب واحد قال ان اليوتيوب بيجيب فلوس. وجات لحظه سالت نفسي: هو انت بقيتش غني ليه؟ بعد الذنوب دي كلها انا مش معايا فلوس اصلا، لسه ما اتغنيتش، لسه ما بقتش غني. وقتها ما كانش عندي خبره ان انا احول البيزنس ده، اليوتيوب ده، احوله لبيزنس خاص بيا واجيب منه فلوس كويسه بقى بالطريقه اللي انا عايزها فعلا. وبطلت، وللحظه لقيت نفسي اتحرمت من هوايتي، وكل ده بسبب ان انا حولت الهوايه ان انا عايز اجيب فلوس من الهوايه بتاعتي. الهوايه اللي بتخفف عن المشاكل واللي هو انا عايز افصل بيها عن العالم كله، اتحولت هي السبب في الضغوطات دي، ان انا مبقاش معايا فلوس وان انا ما بقيتش غني زي ما كنت متوقع. يعني كنا بنخرج فيها الطاقه السلبيه، بقت هي الطاقه السلبيه علينا يعني. فصباح الفل. وبصراحه ممكن لو ما كنتش فكرت فيها بحوار الفلوس كنت ممكن اوصل اسرع، او اوصل لحاجه وبعدها الفلوس هتبقى تيجي لوحدها. ده برضو اللي كنت عمال اقول، اللي هو لو كنت استمريت في ان انا انزل كان هيحصل ايه، وهل كان الكونتنت بتاعي هيكون مناسب. مثلا كنت بعمل فيديو رياكت، فيديو كذا، مع احترامي لكل اللي بيعملوا رياكت، بس انا مش لاقي نفسي في الحوار ده. انا عايز اسيب اثر يكون كويس، الناس تفتكرني بيه بعد ما اموت. انت فاهمني صح؟ دايما في كلام بيتقال ولحد دلوقتي لسه بيتقال: هو انت بتعمل فيديوهات وتضيع في وقتك وفلوسك وانك تجيب معدات اضاءة ومايك طالما مش هتستفاد بيها؟ يعني بتعمل الكلام ده كله ليه؟ ودايما كنت بسمع الكومنت ده، اللي هو يا ابني انت مش كنت عملت حاجة افيد واحسن ليك؟ لحد دلوقتي في ناس كتير مفكرة ان الهواية تضييع وقت. سواء مثلا انت عمر بتحب تسكيت، اللي هو ايوه دي رياضة، صباح الفل، انت بتقول ايه؟ وقتها انا بس كنت بسمع كلامهم، اللي هو جماعه تمام، يعني انتوا عندكم حق، انتوا ناس اكبر مني، انتوا ناس فاهمين وعاقلين، ولازم اخد منكم نصيحه لان انتوا اكبر مني بكتير، فعندكم خبرات كتيره في الحياه. وللاسف ده كله كان غلط يعني. فصباح الفل. في ناس تانية اللي هو شايفه هوايه مثلا اللي هو انك تقرا روايات، ده حاجه مش مفيده، او ترسم. طالما الفكره دماغهم مادي بحت، اللي هو طالما مش هتجيب عليك فلوس وقتي خلاص انت ما تعملهاش. انت بتضيع وقتك، بتضيع فلوسك، بتضيع اي حاجه. سواء هترسم فانت بتجيب اقلام، بتجيب حاجات انا ماليش علاقه بيها. والمشكله ان كل هوايه لها اثباتات علميه ان هي مهمه جدا كمان، وانها مش تضييع وقت زي ما هما بيفكروا يعني. ومش شرط ان انا العب سكيت مثلا اللي هو اكون محترف بقى وافتح اكاديميه واتصنف الاول على العالم والاول على السبع قارات زي ما بيقولوا، وابدا اجيب منها فلوس بقى والكلام ده كله. هي مجرد هوايه انا بعملها في وقت فراغي لان انا حاببها. الناس بتقتصر ان هي انت داخل نازل تضيع وقتك بس. لا، هو انا عن نفسي كعمر السكيت عرفنا على ناس، كونت كوميونتي، سواء تيم كذا او تيم كذا او تيم كذا، وكل الناس دي على راسي وبحبهم جدا لحد النهارده، وهم اللي شكلوا شخصيتي اللي انا فيها دلوقتي. ومن غيرهم ما كنتش هبقى في المكان اللي انا فيه حاليا. يعني اللي هو انت كبشري لازم تبقى في كوميونتي، فاهم؟ وهوايات غيرها كتير يعني. المشكله بس ان احنا بنقتصر الهوايات، اللي هو انا بعمل حاجه فانت عشان تعمل حاجه لازم تجيب منها فلوس. وقتي ما جبتش منها فلوس خلاص ما تعملهاش. والمشترك في كل الهوايات اللي احنا بنتكلم عنها، سواء رسم، سكيت، او ان انا اقرا روايه،
أو أي هواية يعني السباحة، أي حاجة إنها بتخلّيك فرحان وتخلّيك الشخص السعيد اللي ما فيش زيّك اتنين. أنت مجرّد ما بتبدأ فيها أنت بتبقى مبسوط جدًا، اللي هو ده حتى أمّا أنا باحكي عنها دلوقتي أنا مبسوط أوي إن أنا كنت بskate أو. فالموضوع يعني يستاهل الوقت اللي بيضيع عليه. أنا كعمر دلوقتي باصوّر فيديو أنا مبسوط، مبسوط بالفيديو اللي أنا باصوّره، ودايمًا بييجي في بالي سؤال اللي هو يا ترى الإحساس الفرحة اللي أنا فيه دلوقتي ده، يعني ما يستاهلش كل جنيه بيتصرف فيه؟ بعيدًا عن الجهات، ما يستاهلش الوقت اللي أنا بابذله فيه، أو بادّي وقت لصناعة المحتوى أو أتعلّم مونتاج، إن أنا أصوّر فيديو، أمنتجه، أرميه على النت، ناس تشوفه، ناس تقول لي والله جميل، عسل، كويس، استمر، كذا، كذا. كنت باتكلّم في نقطة اللي هو لو قدرت أحوّل الهواية بتاعتي لشغل، اللي هو أنا باعمل حاجة باحبها كل يوم ومع ذلك بتجيب لي دخْل، اللي هو أنا باستمتع وبتجيب لي فلوس. فالموضوع لأ، الموضوع جميل بصراحة، جميل أوي والله. أهمية إن يبقى عندك هواية، وهنا مش هاقتصر على الفلوس بس، إنك تبعد عن روتين اليوم الممل وإنك تخصص وقت تعمل فيه حاجة معيّنة أو هواية معيّنة أنت بتحبها، ده هيجدد طاقتك ويخلّيك تفصل شوية عن العالم اللي حواليك، وهتبقى جاهز كده ومشحون بpower كده يضرب السما حرفيًا، اللي هو أنا جاهز لأي ضغوطات تانية. الأسبوع ده كله هيكون مثلًا وَش وحوارات ومذاكرة، كورسات وسكاشن والكلام ده كله، هاجي الخميس بقى هاعمل حاجة أنا باحبها فخلاص هتدّيني طاقة أكتر للأسبوع اللي بعده. أنا حاولت أرجع كذا مرّة للموضوع ده، بس كان دايمًا ييجي سؤال في بالي اللي هو أنت بتضيّع وقتك، بناءً على إن أنا باسمع كلام الناس الكبيرة. بس المرّة دي مختلفة، أنا واعي كفاية جدًا إن أنا أعمل حاجة أنا باحبها، ومش هاسمع كلام اللي حواليّا اللي كانوا دايمًا بيقولوا اللي هو الهواية مش هتجيب لك فلوس، أو ما تضيّعش وقتك فيها والكلام ده كلّه. وزي ما قُلت قبل كده دلوقتي اللي هو فكرة إن أنا أكتب فيديو، أكتب الحاجات اللي في دماغي على ورق، أقوم أصوّرها، بعد التصوير أروح أمنتجها، بعد المونتاج أرفعها، ده لوحده كافي إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا باحبها. سواء الهواية اللي باحبها اتحوّلت لمصدر دخل أو لأ، فأنا مستمتع بالرحلة، مش مستني حاجة في المقابل. واتعلّمت من غلطي ومش هاغلط نفس الغلط تاني، اللي هو أنا هاستنى فلوس من الهواية، لإن الموضوع الفلوس لمّا بيوصل للدرجة دي بيبوّظ الدنيا. وعشان ما أقعش تاني وأبطّلها، لإن الغاية بتختلف. الغاية الأول كانت إن أنا أعمل فيديوهات، لإن أنا باحب أعمل فيديوهات. الحوار أمّا اتحوّل لمصدر دخل، أنا وقعت. وقعدت أجري على الviews والشهرة أو الترندات والكلام ده كله. ودي كانت حلقة بسيطة من شرارة التغيير، والسلسلة دي أنا باطلّع فيها أفكاري بقى على ورق حرفيًا. لأ، أنا باترجم الورق ده وأحطها بحيث أمّا أوصل كمان كام سنة أنا فعلًا كان تفكيري كذا ووصلت لكذا. وكان معاك عمر أبو رزق، أتمنى تكون الحلقة عجبتك. ما تنساش الcomment بتاعك لإن ده بيدعمني معنويًا قبل ما هيدعم القناة إن الفيديو ينتشر والكلام ده كله. و واعمل سبسكرايب أو اشترك في القناة. سلام. أنت قاعد ليه لسه؟ ما تقوم. قوم يا اسطى شوف اللي وراك. قوم اعمل حاجة، قوم. يا اسطى قوم يا اسطى. ما تفضلش قاعد كده ممكن؟ سلام. تاني، تاني، ما تقوم بقى. باي. أنا جاي لك بعد ما خلّصت مونتاج الفيديو، عايز أقول لك إن أنا هاعمل مسابقات الفترة الجاية، مسابقات كتير، مسابقات كتير أوي. وبما إنك وصلت لحد هنا فأنت شكرًا ليك جدًا. وأنت أول حد كده تعرف إن في مسابقات. المسابقات دي هتكون على انستا، هتروح هتعمل لي مثلًا follow هناك. كل حاجة في الdescription يعني أوكي. كده أنا داخل الجيش الفترة الجاية، فعلى ما أطلع من الجيش هانقي بقى إيه، أنا كده هاصور فيديوهات كتير حلو، وهانزّلها. وبعد ما أنزّل الفيديوهات دي هاقول لك مثلًا في كل فيديو اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا. بعد ما أطلع هاختار كذا حد من كل post مثلًا هانزّله، أو كل حاجة أنا هاقول لك اعملها. بس. وأكتر حد أكيد يعني مساهم في الحاجات دي هو اللي هيكسب. ومش هاكسّب واحد، لأ أنا هاكسّب 10، 12، 14، 16 مثلًا يعني. ممكن. باي بقى، المرّة دي بجد.